في يوم ما هتبص في المراية وتسأل نفسك: هو أنا كنت أقدر أبقى أفضل من كده؟ والإجابة دايماً بتوجع، لأن الحقيقة إنك كنت تقدر تبدأ بدري، كنت تقدر تصبر أكتر، كنت تقدر تتحدى خوفك. لكن كويس إنك وصلت للحظة السؤال، لأن اللحظة دي هي بداية التغيير في الحياة. في ناس بتستسلم قبل ما تبدأ، وناس بتكمل رغم إنها مش شايفة الطريق كامل قدامها. ناس بتستخدم الظروف كعذر، وناس بتستخدمها كسبب يخليهم أقوى. اسأل نفسك: هتبقى أنهي واحد؟ الدنيا مش هتستناك، ومش هتسقف لك لو عملت أقل من اللي تقدر عليه. الدنيا هتحترمك بس لما تثبت إنك مش مجرد شخص عايز، لكن شخص بيسعى. النجاح مش صدفة، النجاح عادة إنك تصحى بدري، تتعب، تتعلم، تفشل، وتقوم تاني قبل ما حد يحس إنك وقعت. كم مرة قلت هبدأ بكرة، وكم مرة جه بكرة وعملت نفس اللي عملته امبارح؟ لو فضلت تستنى اللحظة المناسبة، صدقني اللحظة المناسبة مش هتيجي، انت اللي لازم تصنعها. التاريخ ما بيفتكرش المترددين، وبيحترمش اللي كانوا قريبين ينجحوا. التاريخ بيفتكر اللي قاتل، اللي حاول، اللي كمل، حتى لو كان عنده 1000 سبب إنه يوقف. كل يوم في حياتك فرصة جديدة، فرصة إنك تطور نفسك، تمرن عقلك، تبني حلمك، وتقرب خطوة من الشخص اللي طول عمرك نفسك تبقى هو. اعرف إن التعب اللي بتحسه النهاردة هو نفس التعب اللي هيصنع نسختك القوية بكرة، وإن الخوف اللي جواك هو نفس الخوف اللي لو واجهته هتنتصر على نص مشاكلك. فاسأل نفسك دلوقتي: إيه القرار اللي لو أخدته في اللحظة دي حياتك هتتغير؟ إيه الحاجة اللي خايف تبدأها وليه لسه ما بدأتش؟ وإمتى هتدي لنفسك الفرصة إنك تبقى أعظم؟ اكتب إجابتك، شارك تجربتك، يمكن تكون سبب في بداية جديدة لحد غيرك. وأنا بشكركم على وجودكم. تابعونا لتحفيز أقوى، وفي أمان الله.